الحال أن هذا هو مغرب نموذج التنموي. كيف لنا كشباب أن نثق بعد الآن في أي خطاب حول الإصلاح في هذا البلد؟ مني غنجيو نحسبوا هذه اللائحة بزاف على الصدفة. علاش 37 عائلة غتقول لي بزاف على خوت؟ غنقول لك لنقارن رقم التسجيل، يعني تسجلوا تقريبا في نفس الوقت، وايضا الارقام الاولى والحروف الاولى للارقام البطاقه الوطنيه. مني كنلقاو على سبيل المثال ام سي 26 ام سي 29، هادو راه خوت، راه من نفس المنطقه من نفس البلاصه. بل الاخطر من ذلك ان الرقم الترتيبي، يعني شحال جابوا في المعدل، كتلقى دائما هذوك الخوت حدا بعضياتهم. بزاف على الصدفه. هذا الامر يدعو الى الريبه والشك. صدفه يعني هاد الناس كيفاش تجابوا بحال كاين جوج احتمالات ولا ثلاثه: يا انهم نوابغ وعندهم نفس المنطق تحليل ديال كل سؤال، طرا بيناتهم واحد الالتقاء فكري في الامتحان، واحد جالس هنا واحد جالس هنا واتفقوا على انهم غيجيبوا بحال. ممكن نقدروا نكونوا حنا في شي عالم اخر موازي تماما، او انهم نقلوا نفس النقله، او ان اوراقهم تخدموا في التصحاح في دقه واحده. وانا اتحدى وزير العدل يجي بشي تحليل اخر لهذه الارقام الترتيب المتواليه. الاصل ان هادو كلهم ولاد محامين، ولاد قضاة، ولاد اعيان من رجال السلطه، ولاد ناس تنتمي لاحزاب سياسيه. يعني اليوم حتى على مستوى البرلمان باش نفعلوا الفصل 70 من الدستور ان البرلمان يقوم بمراقبه عمل الحكومه، شكون غيراقب شكون؟ الناس ديال المعارضه مدوزين ولادهم، والناس ديال الحكومه مدوزين ولادهم. هادو غيغمضوا عينيهم، وهادو شاهد ما شاف شي حاجه.